السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بينا النهاردة نشوفوا هنعمل ايه. بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. دول 3 بصلات ضربناهم في الخلاط حلو، وربع كوباية مية، ودي معلقتين كبار مستردة، وعليهم معلقة أو معلقتين صويا صوص على حسب الكمية اللي انت هتعمليه. دبس رمان معلش او صويا صوص اللي الموجود عندك، وده فلفل وكمون، فلفل وملح وبهارات ال7 حبات، شوية فلفل الوان وبصل شرايح، قطعوهم حلو كده والكمية دي في بعضها. وطبعا معانا عصرة ليمونة حلوة كده عصرناها على الخلطة دي. وهنشوي فرخة 3 كيلو. مين قال الفراخ 3 كيلو ما تتشويش؟ ما شاء الله انا مربيها عندي ووزنها على الميزانة قبل ما اذبحها 3 وشوية كمان. طبعا بتعملوا فتحات في الصدر بتاعها يا حبيبتي كده بين اللحمة برضو والجلد حيل، واحشيها على قد ما تقدري، واحشيها من قلبي. مش هتنسى حلاوتها. مين قال ان الفراخ 3 كيلو ما تنشويش؟ عايزة تشويها على الفحم هتعمليها بنفس الطريقة، بس هتطيبها نص سوي وتشيليها وتعمليها على الشواية على الفحم. مش هتنسى حلاوتها. احنا هنعملها معاكم مكتفة هي يا حبايبي ومتقطعة. انا شويت معاكم المتقطعة قبل كده، لا ديت برضو فرخة تانية مقطعينها اربح كده لو انت حابة تعمليها برضو منابات لوحدها كده. وهتجيبي حلة ومعون جوت شوية وبرام او طاجن عندك ألمونيوم، وهتحطي فيه الفرخة سليمة متكتفة كده زي ما دبناها وحشناها كده حبايبي. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. مش هتنسى حلاوته. وشكلي لعيالك في البيت بقى ابسط طريقة. وعندكش فلفل اول نعمله بالبصل عادي، فلفل اخضر من بتاعنا العادي الفلاحي الموجود عندك هتعملي بيه. والله من غير صويا صوص او دبس رمان او مستردة ممكن تعملي التتبيلة بالبصل بالتوابل بتاعتها بس. زي ما انت شايفين يا حبايبي حطيت الفرخة والمتقطعة التانية حواليهم، وهتحطي دي على نار هادية خالص حوالي ساعة. زي ما انتوا شايفين على العين الصغيرة نار هادية خالص يا حبايبي. وهتغطي ساعة ولا ازيد او اقل على حسب السوا معاك. طبعا غطيناها حلو. ودي بعد ما غلت خلاص اهيت واستكفت بعد الساعة دايبة دايبة، مانيش عارفة اشيلها احطها في الصينية. جيبي صينية تانية يا حبايبي كده وهتحطيها، وهتحط الحتت التانية حواليها المنابت التانية، وهتزجها في الفرن بقى تاخد لون. مش هتنسى حلاوتها. تعمليها بقى ريحة سلطة طحينة وعيش، سلطة خضرة، تعمليها برز على حسب ما ولادك طالبين، وربنا يحسن ما بين ايديك وما بين عينيك يا حبيبتي وتعملوا الاحسن. وما شاء الله مش ريحتها جايبة اخر المنطقة. طبعا هنحط الصوص بتاعها اللي نازل منها دي كده او البهاريز او الشوربة بتاعتها هتحطها عليها برضو. الجناح بتاعها ساب منها من طيابها بسرعة. هتاخد لون بس يا حبايبي في الفرن. ريح برام رز عاملينه حلوة كده، حطها تحت الشوايه من البلد عادي اللي حابة الموجود عندي. عايزة تحط لها حتة فحم وتغطيها بحتة سمنة كده على الفحم مولعة، هتاخد ريحة الفحم ومش هتنسى حلوتها. شايفين ما شاء الله وطيبة ومستوية خالص خالص. انا مش عارفة امسكها عشان هي سخنة. تعملي الكمية اللي انت حباها. برام رز معمر حلو كده، طبق سلطة حلو، وطبق خضار اللي انت حابة تعمليه يا حبيبتي. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.